لعلنا نعود إلى بعض التقارير. الأخ المخرج جاهز التقرير معنا؟ طيب لو نعرض حتى الدكتور يعلق على بعض الصور التي قد ترونها سعادة الدكتور. التقرير الذي رأينا نعم يعرض الآن إن شاء الله من قبل المخرج، ونرجو التعليق على ذلك وحتى يتضح للأخوان المشاهدين ما هي الصور بذاتها. تفضل المشاهد. طبعا الوفاق أنجح ناس، يعني أنا تكلمت عن الوفاق أنهم عاقلون، لكن هم يستخدمون الإعلام، عندهم لغتين، لغة داخلية وخارجية. لاحظ كون هون يعني عرض مشاهد سنراها. انظر الصورة الآن، انظر الصورة بإمعان، هذا فريق عندنا مخصص لهذا الأمر. لاحظ نعم. الدوار نعم. وانظر الجموع هذه الغفيرة، ها الدائرتين انظر الدائرتين. الشرطة بمقابل ماذا؟ الدوار الأخضر. لاحظ. أتينا إلى الصورة بعد ذلك من زاوية أخرى، يعني ذهبنا إلى نفس المكان، موقع التصوير الذي نشروه. لاحظ موقع التصوير، هذا في 20/2 ها؟ يعني أمس، أول أمس 8 صباحا. لاحظ هذا الموقع تماما. لاحظ الفبركة، عمارة يعني جانب من عمارة. جانب من عمارة. الصورة كانت مفبركة كلها، يعني ما يسمى بالفوتوشوب. هناك معالجة للصور التي تبث على الوسائل الإعلامية وعلى القنوات الفضائية وعلى العالم الافتراضي، تويتر وغير الفيسبوك. يعني هذا فريق عمل بسيط، بس راح طلبنا منهم أن يذهبوا إلى نفس موقع التصوير. نعم. ركبوا فوق الصورة فوجدوا هذه النتيجة. هذه الصورة الحقيقية. هذا طمس للحقائق، لأن أنت في بحر معلومات وصور وما شابه ذلك. نعم. هناك أيضا أفلام أخرى. طيب الصورة اختلفت خلال 24 ساعة على فكرة. هناك أيضا لعله يأتي بصورة أخرى. ما أريد أن أقول هم فنانون في استخدام الأدوات الإعلامية، فنانون جدا، والعالم الافتراضي فنانون جدا. وهناك فرق شغالة مدفوعة وبعضها متطوع، وكل ما له كل قرية في البحرين لها موقع إلكتروني ولها فيسبوك ولها تويتر، ويراقبون تحركات الأجياب الشرطة ويراقبون من يدخل ومن يخرج، إلى درجة أنهم يعملون كالجهاز لاستخبارات دولة داخل دولة. وش بقول الدولة يعني؟ أحسنت، دولة داخل دولة. يعني السيادة الحقيقية ليست للدولة، السيادة الحقيقية لهم، ولهذا هم عندما يتحركون. هذا أيضا فيلم آخر، وهذه نعم صور الآن تعرض. نعم. تفضل دكتور. هنا شاب، بتلاحظ شاب يقف يعني متجرد، لاحظ أمام المدرعات. لاحظ الصورة، هناك الدراعات. نعم. وهذا يعني ما عليه أبدا يعني عريان، نذير العريان. ويواجه هذا، يقول للإعلام أنه ما عنده سلاح، ما عنده مفخخات. نعم. انظر إلى الصورة الآن، يقلب وجهه، لاحظ عليه دم. المتلقي في الخارج ماذا يفهم من هذه الصورة؟ يظن أن الدبابة ضربت الشاب هذا. وهذا ما قيل إن الجيش ضرب المتظاهرين. لاحظ أين يعني إذا هذه رصاصة، لاحظ يده فيها دم. فيها دم وجسمه خالي، جسمه مجرد ألوان صبغ، لطخة بس كذا. لطخة ممكن تكون دم حقيقة أو غيره، لكن لا يوجد ثقب في جسمه ويمشي. ولاحظ منطقة الصدر، يعني منطقة الصدر والعنق، وأمام الدبابات، لأن الدباب ماشية. شوف يشاهد المصورين ويصور ويبث أن الدبابات ضربته على صدره أو يعني رمت عليه وهو متجرد من السلاح. ولاحظ نزع القميص، هذا مؤشر لمسألة بعد الإرهاب. نزع القميص أنه ليس مفخخا، ليس عليه قميص مفخخ. طيب الصورة التالية، هذا في موقع تويتر جمعية الوفاق. اي نعم، موقع تويتر. لاحظ الشباب يفترشون الأرض أمام آليات الجيش. لاحظ الصورة، وين آليات الجيش؟ ما في. لاحظ. نعم. الصورة تعليقها الشباب يفترشون الأرض أمام آليات الجيش. الإسعافات هذه لمن؟ وقالوا أن سيارات الإسعاف منعت الذهاب. طيب سيارات الإسعاف في الخلف واقفة. هذه سيارات إسعاف وزارة الصحة. هذه سيارات إسعاف وزارة الصحة. لاحظ كم سيارة إسعاف عندك وهم جالسون. 4. أصبحت سيارات الإسعاف هي المدرعات، بل منع الشرطة والداخلية منعت دخول الإسعاف. لاحظ كم سيارة إسعاف الآن موجودة؟ 4، وهذا اللي واضح يعني أو أكثر. أنا أتكلم الآن من منطلق إعلامي صرف. أنا جعلت بعض الإخوة يدخلون المواقع ويصورون. لاحظ الآن حمل شاب مصاب برصاص حي لسيارة الإسعاف. طيب. رصاص حي. ها؟ انظر الصورة، انظر الصورة، رصاص حي هذا. ماذا تلاحظ في القميص؟ الدم.
الدم القميص ماذا تلاحظ؟ لاصق في الجسد غير لاصق؟ يعني غير لاصق ولا لاصق في الجسد. لاصق. هذا الدم إذا خرج من داخل الجسم لا تلصق الثياب هكذا، لأن الدم في مادة دهنية، فإذا خرج من داخل الجسم الثياب لا تلصق بهذه الطريقة. ما يعطيك دلالة أن الدم هذا جاء من الخارج. أنت تتكلم عن رصاص حي. نعم. لاحظ هناك إشكال أنه هذا كم الدم طبيا، هذا كم الدم في منطقة الصدر لا يعقل. لاحظ هنا ماذا نرى؟ لاحظ في جيبه، ماذا ترى في جيبه؟ شيء أحمر. نعم صح؟ نعم، كأنه كيس أو بالضبط كيس هذه كبرت الصورة. أيوة. الفريق يقول تحليل الصورة أن هذا كيس دم. طبعا هذا الشخص دكتور اللي قبل شوي الدم على صدره، اللي قبل شوي ولا؟ نعم. لا يعني لا أستطيع أن أربط، ولكن نحن حللنا الصور. ولكن الشاهد أن هذا فريق العمل يميل إلى أن هذه الصورة هي كيس دم. نعم. وعندما قربنا في الفوتوشوب وجدنا أن كيس دم. يعني نريد أن نصل أنهم سرقوا بنك الدم؟ لا أريد أن أصل إلى نتائج بهذه الطريقة، ولكن هذه الصور تقول هذا. طيب. طبعا هذا الزعم رأيناه. نعم. انظر. يقولون أن الجيش يطلق عليهم النار. الرصاص حي. هل هذا صوت إطلاق حي؟ طبعا هذا بدون صوت. ما في صوت. نعم. لكن الواضح أن في فبركة صوت. نعم. نعم. وكان المصور يختبئ ويعمل الأكشن حل. لاحظ. شوف هذا ينظرون إلى الكاميرا. نعم. يعني شوف سبحان الله. يعني لاحظ هذا ينظر إلى الكاميرا. يعني هناك مسرحية. أنا حقيقة صفقت عندما بدأت أرى هذه الأمور. يعني كإعلامي رأينا هذه الصور في قنوات. تعرف هناك ما يسمى بوكالات الأنباء. نعم. وهذه الدائرة على الشخصين الذين ينظرون للكاميرا. ينظرون الكاميرا. نعم. فكيف مصاب وينظر إلى الكاميرا؟ نعم. صحيح. يعني اختفاء الشخص قبل قليل. على فكرة الخدع السينمائية هذه موجودة في أفلام كثيرة يعني. قضية خدع سينمائية حتى نقنع الرأي العام أن هناك. لاحظ. شوف الآن ينظر، أنزل رأسه. لاحظ. الآن كأنهم يرشون الدم على الأرض أو كأنه أصيب. أضف لذلك أخي أن الرصاص الحي بهذه الطريقة هذا إعدام. هذا ليس الشرطة عندما لاحظ. كنت تعمل مصافة ستضرع بدم. يعني لاحظ اللقطة، انتظر حتى الكاميرا تأتي إليه فرفع العلم. وهذه لقطة كربلائية على فكرة، رفع العلم في أرض المعركة. يرفع علم البحرين، فهو ماذا؟ هو وطني. يعني كيف يكون هذه الأفلام أخي رصدناها، فريق عمل متخصص. حاولت أن أفهم. ثم ماذا حصل؟ نعم. وضعناها هذه على اليوتيوب. دع الناس تنظر إلى الحقيقة يعني. لاحظ. هذا لما نزل الجيش 7 جروح طفيفة فقط. 7 جراحات طفيفة. لا تذكر. ليس قتلى. طبعا قضية التضخيم هذا مبدأ معمول به. قضية التضخيم يعني قالوا القتلى يوم نزل الجيش قالوا القتلى 7 وهي جراحات طفيفة ل7. جيش نازل أخي، بيان رقم 1 عندما قلنا من قبل. نعم. 2 قالوا هناك 62 مفقود. البحرين يا أخي ايش كبرها بأي حجم البحرين مفقود. 72 مفقود يلقى ما في مشكلة. 72. وكان في أثناء بعض الحوارات مع جمعية الوفاق يتحاورون، وحوار هادئ ويعني في مفاوضات، فيتصل به أجهزة الإعلام من الخارج، تتصل به فيخرج وعندنا 60 مفقود. سمعت بإذني أحد أعضاء الوفاق عندنا 60، لقينا 2 من المفقودين، بقي عندنا 60 مفقود. ولاحظ وبلغنا الجهات الأمنية أن عندنا 60 مفقود. يا أخي يعني حقيقة السؤال، أنا أقول يعني عندي ظاهرة. الغريب في هذه الظاهرة الشيعية أنها تتأزم إذا جاءت مرحلة التهدئة، هي تتأزم. وهذا حصل. الدوار بدأوا يتخاصمون
هناك أزمة داخلية، حمائم وصقور، ولذلك يؤتى بمشيمع إلى البلد لأجل أن يضفي شرعية. مشيمع أحيانا يلبس عمة وأحيانا لا يلبس عمة، ويظهر أنه يعني عنده صراع نفسي بين الأفندي والملة. هناك صراع نفسي بين الأفندي والملة. الرجل راديكالي إلى أبعد درجة. أحيانا يعني هناك أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان رجل عاقل حقيقة رجل عاقل، يلعب لعبة إعلامية ويلعب لعبة سياسية، لكن إذا جاء لبعض القضايا التي يزنها عنده موازين معقولة. حتى المطالب الآن مطالب بدأ ينزل سقفها. التيار مشيمع هذا يريد أن يرفع السقف، رفع السقف بالضد تماما. لكن تيار الوفاق الآن بدأ يعقل المسألة، لأن المسألة أخي حمام دم. والله كل ما سمعتم السنة رجل الشارع العادي، بنت الشارع العادي تقول صحيح. أن النهاية حمام دم، ولا نستطيع نحن كسنة ولا هم كشيعة أن يمحونا أو نمحوهم. لا نستطيع. نعم.